ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتكلم على افضل موسم في تاريخ كريستيانو رونالدو. فيديو بديهي جدا وكان متوقع جدا انه يطلب مني بعد ما نزلت زيه الحلقه اللي فاتت لميسي. روحوا اتفرجوا على الحلقه لو لسه ما شفتوهاش. كالعاده هنتكلم على افضل موسم من وجهه نظري انا الشخصيه، وهبقى مستني تحت في الكومنتات تقولوا لي افضل موسم بالنسبه لكم تحت في الكومنتات، وهقول لكم برده من وجهه نظري افضل تاني وتالت موسم ليه. بس قبل ما نبدا في الحلقه ما تنسوش كالعاده اللايك، الشير، السبسكرايب. احنا النهارده اليوم الثاني في تحدي ال 100 يوم، كل يوم بننزل حلقه مختلفه، فاكتبوا لي تحت في الكومنتات مواضيع كرويه تحبوا ان انا اتكلم عنها في الحلقات اللي جايه، وتشاركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم حلقات اول باول. طيب تعالوا بقى ندخل في الحلقه. البرايم بتاع كريستيانو رونالدو بالنسبه لي انا ممكن يتقال عليه من 2007 ل 2018. قبليها عمل مواسم كويسه، بعديها عمل مواسم كويسه، بس التوب البيك ليفل بالنسبه لي انا في ال 11 سنه دي. فاختياري لسنه معينه اختيار صعب جدا زي ما قلت في حلقه ميسي، ولكن بالنسبه لي انا شايف ان موسم 2016 2017 هو احلى موسم لكريستيانو رونالدو، رغم ان على فكره ارقاما مثلا مش اكتر موسم جايب فيه جوان، ولكن بسبب 4 نقط هتكلم فيها معاكم في الحلقه دي انا شايف ان ده افضل موسم. تعال نبدا بالسبب الاول، الارقام. رونالدو موسم 2016 2017 لو بنتكلم مع ريال مدريد فقط، ملناش دعوه باي ماتشات دوليه لعبها مع البرتغال، لعب 46 ماتش، جايب 42 جون و12 اسيست. بالمناسبه هو لعب 46 ماتش بس، رغم انه كان ممكن يلعب اكتر من كده، لان هو مثلا في الدوري لعب 29 ماتش بس من 38، يعني تقريبا ربع الدوري ما بيلعبش ماتشاته. وده عشان زيدان كان اول مدرب والاخير غالبا اللي اقنع كريستيانو رونالدو ان هو لازم يريح في ماتشات معينه، وفعلا كانت كل تقريبا الماتشات اللي بتتلعب ما بين ماتشين في الشامبيونز ليج كان بيريح رونالدو على طول. فالارقام دي كانت ممكن تبقى اعلى كمان لو كان لعب كل الماتشات اللي هو لعبها، او لو بصيت لها من الناحيه الثانيه لو كان لعب كل الماتشات كان هيبقى مجهد، في الارقام ممكن تقل حسب عايز تشوفها ازاي. بس انا قلت اقول لك المعلومه كامله. ما علينا يعني. فالسبب الاول هو الارقام الفذه جدا، اجوان، اسيستات في عدد ماتشات معين رائع. السبب الثاني هي قصه الموسم، اصلا انا شايفها قصه حلوه جدا، خصوصا لما تفتكر ازاي الموسم ده بدا. اصلا موسم 2015 2016 ريال مدريد كسب الشامبيونز ليج، وبعديها دخلنا في الصيف وكريستيانو رونالدو كسب اليورو، فمن حيث الانجازات حقق حلم كبير جدا كان عايز يحققه. ولكن لو تفتكروا في نهائي اليورو اتصاب، وبقت الناس عماله تتكلم في الصيف هل هي اصابه كبيره ولا لا. مش فاكر بالظبط لو كان عمل عمليه بعد الاصابه دي، بس بغض النظر انا فاكر ان كان عندي شويه تساؤلات، هل رونالدو هيتاثر بالاصابه دي ولا لا. المهم يبدا موسم 2016 2017 اللي انا بتكلم عنه في الحلقه دي، والموسم يبدا مش باحسن شكل لرونالدو خالص، وللامانه مش لريال مدريد كله، وده عادي بتحصل. ياما انديه كسبوا الشامبيونز ليج ويبداوا الموسم اللي بعديه بتشبع كده ويكون الاداء مش احسن حاجه، وخصوصا لما تحط في بالك بقى الاصابه بتاعت رونالدو وبدايته الوحشه للموسم. يعني مثلا في دور المجموعات اللي المفروض يكون اسهل دور في الشامبيونز ليج، في 6 ماتشات جايب جونين بس. فلما تشوف الحاجات دي قدامك ممكن تشك، رونالدو ممكن مستواه يبدا ينزل، ريال مدريد برضو اللعيبه جالها تشبع خلاص، كسبوا الشامبيونز ليج في 2014 و 2016، والله زيدان اتكشف، ده كان وان سيزون وندر، نجح بس كده مع الفريق الموسم اللي فات ولكن مش هيكمل ومش هيبقى مدرب كبير. كل الحاجات دي في وقتها كانت افكار فاليد جدا، ولكن فجاه كل ده بيتغير. تدخل الدور الثاني من الموسم، ريال مدريد واثق جدا من نفسه في الشامبيونز ليج بشخصيه كبيره جدا، ورونالدو بيظهر في كل المحافل الكبيره. فاكر لما قلت لك في الشامبيونز ليج ده دور المجموعات جايب فيه جونين بس، اهو بقى من دور الكوارتر فاينل وانت طالع جايب 10 اجوان، 5 قدام البايرن في الكوارتر فاينل رايح جاي، 3 قدام اتلتيكو مدريد، و2 في النهائي قدام يوفنتوس. يعني تقريبا في كل الماتشات الكبيره متواجد وحاضر، ده غير اهدافه في الدوري وكاس العالم للانديه اللي لعبوه اللي جاب في النهائي 3 اجوان. كل دي حاجات تخلي الموسم ده من رونالدو هو الموسم الاكثر حسما. اعتقد كلمه مستر تشامبيونز ليج طلعت في الموسم ده. انا مش فارق معايا الماتشات الصغيره، ممكن اقعدهم على الدكه ولو نزلت هتالق، ولكن في الماتشات الكبيره انا متواجد ومؤثر. يمكن تاني اكتر واحد كان مؤثر في الفرقه في الموسم ده كان بالنسبه لي انا كيلور نافاس الحارس. طبعا مارسيلو عمل بطوله كويسه، راموس عمل بطوله كويسه، جاريث بيل، بنزيما على فترات، ناس كتير قوي، مودريتش طبعا، ناس كتير قوي عملوا موسم كويس وهو كانت فرقه تاريخيه، لكن كريستيانو رونالدو يظل هو البطل في القصه دي. السبب الثالث بقى ان ده كان الموسم اللي كريستيانو رونالدو عدى فيها ال100 جون في الشامبيونز ليج، وبقى اول واحد في التاريخ يعدي الرقم ده. فهو بكل تاكيد موسم هو مش هينساه في حياته. بمعرفتنا بكريستيانو رونالدو ورغبته الدائمه في كسر الارقام وحصولا على البطولات، هو اكيد بيفكر في الارقام القياسيه اللي هو حققها وبيخلدها في ذكراه. فده واحد من الاسباب اللي يخلينا نقول ان ده موسم تاريخي لكريستيانو رونالدو. السبب الرابع والاخير هو التيشيرت البيربل. يا جماعه اوعوا تفتكروا ان انا لابس التيشيرت ده من فراغ، انا ما عنديش التيشيرت البيربل بتاع ريال مدريد ده، وكنت هموت واشتريه قبل الحلقه بس ما كانش عندي وقت طبعا، فقلت البس اكتر لون يعني قريب من التيشيرت ده. التيشيرت اللي هو لابسه ده بتسريحه شعره في الموسم ده ايكونيك،
ايكونيك، وعمري في حياتي ما اقدر اطلع المنظر ده من خيالي. اخيرا لو دي اول مره تتفرج عليا فيها فانت غالبا ما تعرفش انا بفضل مين، ميسي ولا رونالدو. بحب في الحلقه دي اوضح الموضوع ده. بكل تاكيد انا شايف ان ميسي هو الافضل في التاريخ، ولكن انا بحب مين اكتر؟ فانا بحب كريستيانو رونالدو. شخصيته جذابه بالنسبه لي اكتر. بحب السيلف موتيفيشن اللي هو دايما بيديه لنفسه، بحب ثقته في نفسه، بحب رغبته دايما في الفوز والنجاح. واحيانا لما ببص عليه كده من بعيد بحس طب ما انا عايز ابقى كريستيانو رونالدو في حياتي انا كمان. ميسي بكل تاكيد ناجح ويمكن انجح كمان من رونالدو يا عم، وانا اول واحد اعترفت ان ميسي هو الافضل في التاريخ، ولكن الحب دي بقى بتبقى من عند ربنا. انا مش عارف، متفق اكتر مع رونالدو يا سيدي. فحابب بس اوضح الحته دي لان عارف ان هي ممكن تتقال في الكومنتات بعد ما نزلت حلقه لميسي وحلقه لرونالدو. بالمناسبه موسم 2016 2017 ده كان موسم مهم جدا، لان كان اول موسم ريال مدريد يكسب فيه الدوري من ساعه 2012، يعني من 5 سنين، فموسم اكيد ما كانش هين. طيب انا قلت لكم كده افضل موسم بالنسبه لي انا. الموسم الثاني اللي يجي بعديه على طول انا شايف ان هو موسم 2007 2008 اللي كان مع مانشستر يونايتد. اعتقد هو ده اللي باين للناس كلها جوده كريستيانو رونالدو قد ايه ممكن يكون افضل لاعب في العالم، وكان الموسم اللي تسبب في اول بالون دور في تاريخه. والموسم الثالث انا حاسس ان انا ميال ل 2011 2012، الموسم التاريخي اللي هو قدر يجيب فيه الدوري من بق جوارديولا مع مورينيو. تاني انا مش قصدي انسب كل انجازات ريال مدريد لكريستيانو رونالدو، بس هو كان الستار بلاير وهو كان ابرز واحد في المنظومه، فدايما بيبقى التركيز على الستار بلاير ما تنكرش. فدي كانت افضل 3 مواسم ليا لكريستيانو رونالدو. عرفني بقى تحت في الكومنتات افضل مواسم بالنسبه لك انت لكريستيانو رونالدو، وما تنساش كالعاده لايك شير سبسكرايب، وتقول لي تحت في الكومنتات افكار مواضيع كرويه تانية تحب ان انا اتكلم عليها الفتره اللي جايه. يلا سلام.